السلام عليكم. أنا هنا عند ناحية القلعة رايحين في طريق المنشية، راكب عربية حنطور بسجل يوم الثلاث الموافق 23 يوليو 2024 الساعة حوالي 4 إلا ربع بعد الظهر. شايفين الكورنيش هنا عامل ازاي؟ المراكب القلعة قايتباي هناك اهي. باينة حصان هو راكبنا في العربية. نطلع ان شاء الله اخرنا على المنشية. طبعا بس اقول لهم كل اللي بيحصل، فالصوت ده مش هشيله. العربيات بتكاسر على الحنطور متسوقين عليه. العربية اللي هناك دي دخلت على ناحية سيدي ابو العباس، خبطت فينا بس الحمد لله ربنا ستر. وباقي الميكروباص قدام واقف. بس خلينا نركز على الكورنيش. ده المرسي ابو العباس اهو، ونكمل على الكورنيش ان شاء الله. محطة اسمها محطة ابو العباس. ده مستشفى الأنفوسي للأطفال. يفكركم أغنية موز الخير والعربية. أنا كده كاشف الإيه الغضب، الشمس جامدة، لكن عشان أعرف أصور براحتي. إن شاء الله نوصل لحد المنشية. هنا مركز الفريق محمد أنور عبد اللطيف الكشف البحري ومعايا الكشافة البحرية المصرية. ده الجزء ده الكورنيش أو البحر يعني، دي محطة نادي الكشافة البحرية. هنطلع بعد كده على شوف الجزء التاني من البحر. البحر حلو جدا طبعا. المجلس كان نفسها حلو. من الساعة حوالي قلت كام؟ الساعة 4 داخل على 4 إلا شوية، بس الطرق مش زحمة أوي. ده شاطئ بحري مميز. ده الدورة المشهور بتاع الأسماك. اسكندرية مدينة الجمال والتاريخ.
للأسف البحر مختفي هنا. ده الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ. ويافطة كبيرة هناك اهي، محافظة اسكندرية. عندك كاس اسكندرية لونها مميز، طول عمرها الأصفر في أسود أو الأسود في أصفر. كده نشوف البحر تاني. في عربية حنطور تانية قدامنا عشان مش عارف منظر الحنطور شكله ايه لما بيبقى مقفولة العربية أو الغطا. والتندة دي أهي هناك أهو قدام. أنا فاتح التندة اللي أنا فيها. مجمع محاكم السيد كريم، لو انا مش غلطان في الاسم. مجمع محاكم السيد كريم، محكمة شرق اسكندرية ابتدائية. ومحكمة شرق اسكندرية ابتدائية ده مبنى كبير قوي. مباني اسكندرية القديمة أو بيوت اسكندرية القديمة. ومحكمة اسكندرية الابتدائية. منظر البحر جميل قوي. لما الوصل قال المنشأة اهي. كده وصلنا المحطة الأخرانية قبل ما انزل. ده الأتوبيس أبو دورين. وأرجو إنكم استمتعتوا بالجولة دي، وإلى فيديوهات تانية إن شاء الله. السلام عليكم.